نعم. انا زهقت من القوانين دي. انا ناقص لي سنه واقطع كل ورقه القوانين. وانا والله انا بس اكتب بالعافيه. حياة، احنا لازم ناكل حلويات. هنعمل ازاي كده؟ تعالي معايا. انا وصلت البيت ومعايا كيسة حلويات كبيرة. فيروز وحياة. ايه ده؟ جايب لهم حلويات وراضي عنهم. فيروز وحياة اتفضلوا ييجوا. تعالوا يا بنات. انا قلت انت اب طيب وجميل. تعالوا اتفضلوا هنا بقى. نعم. شايفين ايه ديت؟ حلويات. دي كيسة الحلويات وكل الحلويات اللي فيها. بابا رضا عنكم هيديكوا الحلويات شكلك احنا قلنا عليك انت احسن اب والله. وكل الحلويات اللي فيها انتوا بتحبوها. ايوه. بس بشرط ايه هو؟ مفيش حد فيكم هيلمس كيسة الحلويات دي نهائي. ليه بس يا احمد؟ انا كمان هحط كيسة الحلويات هنا، واياكم حد يلمس كيسة الحلويات. ده ليه ده ان شاء ولو الله؟ لمستوا كيسة الحلويات لازم يكون عندهم إرادة. ايه بقى انتوا زهقتونا. لازم تكون الحاجة قدامهم ويتعلموا اللي هم ما يمدوش ايديهم عليها. يعني انت جايب لهم كل الحلويات اللي بيحبوها أيوة. وعايزهم ما يمدوش ايديهم. ايوه طبعا لازم يكون عندهم إرادة وإرادة قوية كمان. يلا اتفضلوا على اوضتكم. ليه كده؟ ليه كده؟ حرام عليك، انت عيل. اتفضلوا على اوضتكم، انا مش عيل انا كل ابوكي. حاجه. لا انا زهقت. طب ماشي. قولي يلا له حاجه يا ماما. والله يا بنتي اتكلمت كتير. زهقنا. ماشي. قولي له حاجه يا ماما. قولي له يا ماما. انا مالي؟ انت قاعده كده وبص لها خلاص. انت زهقتنا والله. يلا على اوضتكم. شفت بقى؟ لو هم بقى عاملين نفسهم دماغهم كبيرة وبيفكروا أحسن مننا، لازم نكون إحنا بنفكر أحسن منهم وأسرع منهم. مش معنى يعني اللي هم جيل جديد يبقى بيفكروا أحسن مننا. يا لا أحمد. يا ست هانم، يا أحمد، إحنا أنت الجيل القديم وإحنا اللي بنفكر أحسن منهم. انت بتطلع اوحش ما فيهم دلوقتي. بقول لك إيه؟ تعالي نقعد في المكتب. يلا 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 يا رب صبرني. أفرجك على حتة فيلم جميل جدا. انت بتتكلم كده ليه؟ تعالى عادي بتكلم عادي. تعالى فرجني على الفيلم. حياة، دلوقتي ماما وبابا مشوا، يلا بينا ناخد الحلويات. ده جايب البيبسي والشيبسي وكل حاجة أنا بحبها. ده جايب الشيبسي والكولا اللي انا والكوكيز. يلا نروح ناخده. حلويات اهي. كل الحلويات اللي بعشقها. وأنا كمان. كوبي. أحلى حاجة إن أنا لابسة البنطلون بتاعي اليوم ده هبل. وانا هحط احط الجيب الاول. هتحط الجيب. انت مش قلت دلوقتي هتقعدنا في المكتب؟ ما قعدنا هنا ليه؟ الشاشة هنا أحسن. بتفرج. وايه الفيلم اللي من ايام الجاهليه اللي انت جايبه ده؟ أبيض وأسود يا حبيبتي، لازم تشوفي تراثنا. عشان كده كنت بتتكلم كده انت فوق. بصي بقى، الفيلم دوت هيجيب لك شكل اسكندريه سنه 1960. مش عايزه اشوفها يا سيدي. لا اتمتعي وشوفي اسكندريه كانت عامله ازاي وكنا فين وبقينا فين. بتفرج، انا بتفرج. حاضر. الله عليك يا سيدي. يوه ايه يوه، في ايه؟ نسيت تليفوني فوق. طيب اما ماشي. اطلع اجيبه. اصلا هي دي في ايه؟ هو الفيلم اللي مشغله ده انا اعمل ايه باسكندريه 1960؟ انا مالي انا. حياة طالع. ايوه، انتي استخبي ورا الستاره وانا استخبي تحت البطانيه. دوت وقت انسى فيه الموبايل. ده كان حته فيلم جميل قوي، ما بيتعدى الا فين كل فين وفين.
حلويات. ايه ده؟ معقول يكونوا فيروز وحياة ما سمعوش الكلام واخدوا الحلويات؟ الستارة دي بتتحرك ليه كده؟ على اساس ان انا مش شايفك كده، على اساس ان انت 2 كيلو. قومي يا شحطة، تعالي قومي عملت لي ازاي؟ قومي. عملت لي ازاي لسه؟ خد. ايه ده؟ ايه اللي في جيوبك ده؟ ايه ده؟ حتى الكنز ازاي في جيوبك؟ وسعي. ايه اللي في جيوبك ده؟ هاتي. حاطه ايه تاني في جيوبك؟ معاكي حاجة تانية؟ لا. يا عايز تستخبي كويس يا فيروز. تعالي يا شملولة. تعالي، عامله لي فيها مش هشوفك. تعالي يلا. يا فيروز انت بتخلي بالك. والله ياخد البرس والنبي. بس سيبي يا بنت الحلويات يا بنت. معيش حاجة تانية، معيش حاجة. سيبي الحلويات. ساعة حياة ما بهزرش. سيبي الحلويات. هاتي. وسعي. ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجة ايه؟ مفيش حاجة في جيبك تاني؟ طب بصوا بقى. نعم. بقول لكم ايه؟ بما انكم انتوا ما بتسمعوش الكلام، انا هشدد العقاب عليكم وهشدد القوانين اكتر واكتر. يا خدوا ريتنا هنا. ما عملنا كده. لازم يكون عندكم إرادة ضد أي حاجة، ضد أي حاجة. افرضوا يعني انت وهي مثلا لو انتوا عايزين فلوس، هتعملوا ايه؟ فهموني. يلا انتوا الاتنين تاخدوا بعضكم وعارفين هتعملوا ايه بالمصروف. يلا على المصروف. ليه كده؟ والله العظيم كده؟ ما سايبكم. ماشي يا فيروز يا حياة، والله العظيم ما انا سايبكم. لان الحلويات شوفوا هما يعملوا ايه. ماشي يا حبة كلام. تعالوا قدام مني. يلا يا ماما الحقيقة. اصحي يا شملولة. حاجة جميلة قوي. اصحي يا شملولة. في اصحي. ايه اللي حصل؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ طلعت عشان اخد تليفوني. الاقيهم ايه؟ الاتنين اخدين الحلويات كلهم في جيوبهم. بجد بقى ده دوت حصل؟ ينفع دوت؟ ما ماسكين المصروف اهوت، هيروحوا شبه الكلاب يحطوه في الحصالة. النبي يا ماما الحقيقة. قولي لي النبي الحقيقة. انت كنت نايمة ليه؟ قالوا فاصل. فاصل. طيب انتوا التلاتة كده بربطة المعفن، تعالوا ورايا على المكتب. صبرني يا ماما ايه يا نفسك؟ رب صبرني على حاجة. انا خايفة. انت لازم تاخد الحلويات من ورا، ما كنتوا تستأذنوا. يا مامي عايزين ناكل سكر. صبر. امشوا. يا رب تكونوا مبسوطين. انا لميت مصروفهم كله. بإذن الله العلبة دي يبقى فيها 1,000,000 جنيه على آخر الأسبوع. جيب لكم بيه تابلت جديد. ايه يا بصوا بقى. احمد؟ ايه اللي مطلوب بعد كده؟ أولاً أنا زعلان من أستاذة فيروز ومن أستاذة حياة. بصراحة الحركة اللي هم عملوها اتضايقت. طب يا ماما قولي لنا هو بيمنعنا ليه يا ماما يعني؟ ده كده حرام عليه والله. أنا عايز يكون عندكم إرادة قوية. طب يا احمد ينفع أنا يا بربي أحمد؟ فيكم مهارات جديدة ومهارات كويسة. بص علشان ما نبقوش جينا عليهم جامد، الحلويات ياخدوا حاجة حلوة واحدة بس في اليوم. حاجة حلوة واحدة بس في اليوم؟ اه. ده لو كانوا بيسمعوا الكلام وكانوا عدوا اليوم من غير حلويات. عارفة لو كانوا عدوا اليوم من غير حلويات أنا كنت عملت فيهم إيه؟ انت عملت ايه؟ كنت عطيتهم الحلويات كلها. طب انت عارفه بقى لو كانوا قالوا لي احنا مش عايزين الايباد ومش فارق معانا، عارفه انا كنت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ كنت خليت الايباد لمده ساعه كل يوم. احنا مش فارق لنا الايباد. عارفه بقى لو هم ما كانش عندوا معانا وقالوا ممنوع الاكل انا كنت دخلتهم المطبخ عادي. انتوا السبب في كل حاجة. القانون الرابع. يا ربنا. اتفضلي. هو قنوات دي هتخلص امتى؟ قنوات استظراف ده استظراف ده مش قنوات، ده استظراف. 4. القانون الرابع. ماشي.
جاهزين تسمعوه؟ طب هو هيضايقهم وراكي كام في المية؟ وراكي ايه يا بنت مش جاهزه تسمعيه؟ وراكي ايه، جاهزه ولا مش جاهزه؟ جاهزه ولا مش جاهزه؟ لا تقولي لي جاهزه. لا. جاهزه ولا مش جاهزه؟ جاهزه ولا مش جاهزه؟ لا. جاهزه ولا مش جاهزه؟ طب يا احمد هو القانون ده هيضايقهم كام في المية؟ القانون دوت احتمال اه ما يضايقهمش خالص. ماشي. عشان القانون دوت سهل. طب قول. ممنوع السهر. النوم الساعة 9 مساء. والله لا بقى. يعني ايه 9 مساء؟ يعني 9 مساء. يعني ايه 9 مساء؟ يعني 9 مساء. يعني ايه 9 مساء؟ يعني 9 مساء. انت ايه علقت انت وهي؟ يعني ايه ايه اللي ممنوع؟ ممنوع كده. انا عايزكم بنات مهذبات طيبات جميلات محترمات تنام 9 9 8 صباحا. النوم البدري بيحافظ على صحتكم. انت شايفه حبيبتي بشرتك سمرا ازاي؟ شايفه تحت عينيك يا حبيبتي احمر ازاي ومقشر يا حبيبتي؟ شايفه وشك؟ شايفه اسنانك الواقعه ديت؟ وانت تعالي خدي هنا. شايفه اسنانك الواقعه فوق بعضها ديت؟ وشايفه الصفار دوت؟ كل دوت عارفين من ايه؟ من السهر. بصراحة في دي بابا عنده حق. والله يا بابا كده حرام قوي يعني يا بابا. لو القانون دوت يا بابا يعني اقطع القانون عشان لو ما قطعتوش انا هسيب البيت وامشي. فعلا عندها حق. هتعملي ايه انت كمان؟ هسيب البيت وامشي ورا القانون ده والورقه دي كلها اتقطع عشان احنا بتأمين احنا. انتوا انتوا ايه؟ متأمين؟ مين متأمين دول؟ يعني ايه؟ احنا انسان. انتوا انسان ها؟ انسانين زيكم انتوا مش حاسين ايه بينا. انسانين ايه؟ انتوا بتتكلموا انجليزي ده ولا ايه؟ احنا مش حيوانات. اما انتوا ايه؟ احنا انسانين. انسانين ايوه فعلا مش احنا حيوانات عشان نعمل كل دوت. طيب اتفضلوا اللي عايز يسيب البيت يسيب. انا هسيبه. ايه يعني ايه؟ يعني ايه اللي عايز يسيب البيت يسيب؟ ازاي يعني؟ يا ندى يا حبيبتي جمدي قلبك يا حبيبتي. هو كل حاجة جمدي قلبك يا حبيبتي، جمدي قلبك يا حبيبتي، في الاخر الاقي عيني مش في حضني. لا يا حبيبتي هتلاقيهم في حضنك باذن الله وجمدي قلبك كده بس ومالكيش دعوه باللي احمد هيحصل. انت لو باباك ومامتك كتبوا لك الممنوعات دي كلها كنت عملت ايه؟ كنت عملتهم كلهم لان التزم بالمواعيد والتزم بالقوانين. انت كداب، انت بتتكلم من ناحيه شخص كبير كأب، مش بتتكلم كناحيه طفل. طيب في حياتنا اليوميه اما نيجي نسافر يقول لك الطريق دوت اخره 120 بتلاقيني عديتها؟ لا طيب ابقى ملتزم بالقوانين ولا مش ملتزم بالقوانين؟ ملتزم، بس دي حاجه ودي حاجه. لا يا حبيبتي دي هي دي حاجه ودي حاجه طب انا اعمل ايه دلوقتي لو عيالي ماشوا سوا البيت يا احمد؟ جمدي قلبك. ايه جمدي قلبك جمدي قلبك، انا تعبت والله العظيم ما سايبهم.